سامر أهلا بك. هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه المجزرة التي حصلت في ساعات الصباح الأولى في الحسكة؟ نعم أنت نجوى، المجزرة كانت يوم أمس يعني سامر معك ميسون. نعم أنت نجوى، يعني يوم أمس قام الطيران بارتكاب مجزرة بشعة في منطقة الهول التابعة لمحافظة الحسكة، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيد أغلبهم نساء وأطفال، وذلك بعد سيطرة الجيش الحر على حقول تشرين المجاورة لبلدة الهول. أيضا المنطقة لا تبعد سوى 40 كيلومتر عن محافظة الحسكة، والجرحى الذين وصلوا إلى المشفى الوطني بالحسكة قام الأمن بالدعس عليهم أمام الأهالي، وكانوا يتهمون بأنهم إرهابيون من منطقة الهول. المنطقة كانت محررة بشكل كامل من قبل الجيش الحر. نعم. تأتي هذه المجزرة القذرة كنوع من العقاب بعد تلقي أهل البلدة أكثر من تهديد. أيضا يعني لم يتسنى التعرف يعني على أعداد الجرحى بسبب قطع شبكة الإنترنت والاتصالات والإنترنت مقطوعة عن هذه المنطقة. طيب سامر، سؤال: الحصيلة التي وردت لنا وهي 50 قتيل، هل هي حصيلة نهائية أم هي مرشحة للارتفاع؟ السميسون هي مرشحة للارتفاع، لأن الشهداء ليسوا هم 50 فقط، وأغلبيتهم من نساء وأطفال وهم مدنيين، يعني لا يوجد سوى 15 من عناصر الجيش الحر في هذه المجزرة. أيضا في محافظة الحسكة بشكل عام قام عناصر من الجيش السوري الحر بتأمين انشقاق مجموعة من الضباط وصف الضباط في محافظة الحسكة، وقامت كتائب وألوية عاصفة الشرق بتأمين انشقاق 3 ضباط من مطار القامشلي الدولي، يعني وهذه الكتائب تشكلت في منطقة رأس العين، وهم الذين قاموا بتأمين انشقاق مدير. طيب سامر، سؤال بالنسبة للجيش الحر، يعني تقول أنه هذا القصف هو جاء بسبب سيطرة الجيش الحر على هذه المنطقة بشكل تام. هل يمكن أن نشهد تراجع للجيش الحر حتى يوقف النظام قصفه على هذه المنطقة؟ يعني لم نجد، يعني المنطقة كانت تقصف من قبل الطيران الأسد، يعني المنطقة قصفت قبل هذه المرة أيضا، لكن لا وجود لضحايا إلا هذه الغارة التي قامت بها طيران الميج 23 من مطار طبقة العسكري بقصف منطقة الهول. مطار طبقة العسكري يقوم به قصف محافظة الحسكة وأيضا منطقة محافظة الرقة وعدة مناطق من ريف حلب، يعني الطيران يقوم من مطار طبقة العسكري يقوم بقصف جميع مناطق محافظة الحسكة. نعم. محررة فقط، يعني مثل راس العين والهول ومنطقة الشدادة أيضا. أشكرك جزيل الشكر. ليلة 8 عناصر من أمن الدولة وتم تأمينهم من قبل الجيش السوري. سامر أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الحسكة سامر عبد الله مراسل